ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله بنشرح شويه اكواد جديده بقى في ال CSS برضه هتفيدنا. بس عايز افكركم بحاجه لان حاجه مهمه جدا يعني بالنسبه لنا. تاني، الاكواد اللي انا بشرحها انت مش مجبر تستخدمها كلها. انا بشرح بترتيب عادي جدا، بس انت مش مجبر تستخدم كل الاكواد دي بنفس الترتيب اللي انا بستخدمه، بنفس طريقه الاستخدام. لا، انت حر. انا بوريك الحاجات دي اللي انا شايفها من وجهه نظري انا مهمه، وانت حر في استخدامك ليها. دي حاجة لازم نكون متفقين عليها كده من الأول، علشان ما ننساش بس على مدار الكورس يعني. طيب يلا بينا نبدأ بقى. أولا ده ويب سايت كده صغير، أنا حاطط فيه صورة بس أنا همسحها دلوقتي وهرجع تاني أستخدمها كمان شوية. تمام. ده ويب سايت صغير كده لينا، أنا حاطط فيه صورة. تعالوا بقى نتكلم سوا عن حاجة اسمها الديسبلاي. بصوا يا جماعة، الأكواد اللي أنا هشرحها دلوقتي اللي هي الديسبلاي أو الفيزابيلتي دي بنستخدمها لما نكون مثلا عاملين موقع في بيع وشراء، في عروض، في حاجة زي كده. الأكواد دي بتبقى مفيدة جدا، عشان مثلا لما تحب تشيل العرض بتاعك، بدل ما تيجي تمسح الكود اللي برمجت بيه مكان العرض ده، انت ممكن على طول تعمل بس في كود الديسبلاي ده كلمة مختلفة، تروح مغير كل حاجة، ماسح العرض بتاعك أو حاطه. طيب تعالى نتكلم كده الأول. أنا هعمل هنا كام باراجراف كده. مثلا هعمل ديف الأول في ال HTML طبعا، أحط فيها كام باراجراف عن كورس البرمجة. مثلا نقول ده بروجرامينج كورس، مثلا بروجرامينج كورس بالمنظر ده. طبعا انا ممكن كاتبها صح، مكنتش كاتبها غلط. بالمنظر ده كده. تمام. هاخد بس دي كده كوبي لتحت. اعتقد انكم فاكرين ان قلتها لكم، لما تحب تاخد حاجة كوبي لتحت كذا مرة بتدوس الت شيفت والسهم لتحت كده بالمنظر ده. تمام. ده كله جوه الديف. حلو. هروح بقى هنا في السي اس كده واعدل عليها شوية. هعمل ديف بالمنظر ده، هكتب كلمة ديف بالمنظر ده كده، وافتح القوس بتاعي واكتب بقى يلا الحاجات اللي انا عايز اعملها. اول حاجة اللي احنا خدناها قبل كده، ان انا عايز اخلي مثلا لون الكلام، هخليه ازرق مثلا، بلو، عشان بس تبقى باينه معاكم قوي يعني. وعايز اخلي الفونت سايز بتاعنا، يكون مثلا 20 بكسل. كويس اعتقد يعني. جميل. تعالوا نبص عليها كده ونشوف اللي هيحصل. ده كلام عادي خالص يعني. بصوا اهو، ده الكلام وده حجمه موجود جوه الديف بتاعنا. بالمناسبة عشان لو حد بس ناسي الديف دي ايه لازمتها، تعالوا نبص كده في الكود بتاعنا نفسه. الديف بس لازمتها الوحيدة انها بتمسك كل الحاجات مع بعض. يعني في العادي لو انا جيت هنا كده في ال HTML وبس، كل اللي عملته ان انا مسحت كلمة div من في الاول في الاخر اهو كده، واجي امسحها من الاخر كمان. تعالوا هنا كده اهو، معلش ثواني. الديف بصوا، كل باراجراف من دول ممسوك لوحده، ده عشان مفيش div طبعا. كل باراجراف من دول ممسوك لوحده. بالمناسبة بما ان احنا خدنا البادنج والمارجن، فهو ليه بادنج لوحده وليه مارجن لوحده خاص بيها لوحده. حلو كده. لكن لو جيت هنا كده ورجعت تاني الديف في مكانها او المنظر ده كده، كل اللي هيحصل، تعالوا نشوف كده اللي هيحصل هناك. اللي هيحصل ان هتلاقي كل الباراجرافات دي اتمسكت مع بعض، بقوا كلهم مع بعض. يعني انا اول ما ادوس على كلمه ديف دي بقوا كلهم سوا. طبعا انت ممكن تمسك كل واحد فيهم لوحده عادي، تخش له جوه كده تمسكه لوحده، مفيش مشكله. ممكن تعدي عليه كمان لو حبيت، ماشي. بس ان هم ممسوكين سوا دي حاجه مهمه جدا، عشان لما تحب تعمل لهم ديزاين مثلا. يعني انا لما حبيت الونهم بالازرق مثلا، ما مسكتش كل باراجراف من دول ولونته بالازرق. انا رحت حطيتهم كلهم جوه ديف واحده، ورحت جاي هنا في السي اس اس بتاعي، هم جوه ديف واحده اهو. رحت جاي في كود السي اس اس بتاعي ورحت ملونهم كلهم مره واحده. فدي بس فايده كود ديف يعني. تمام. طيب تعالى نتكلم في الجديد يلا. طبعا الاكواد نتيجه الكود ظاهره معاك اهي في الويب سايت، ان الباراجرافات ظاهره باللون اللي احنا قايلين عليه، بالحجم اللي انا قايل عليه اللي هو ال 20 بكسل زي الفل. طيب افرض انا حبيت امسحها، هتقولي ممكن نحولها كومنت، ممكن. وهتقولي ممكن امسح الكود نفسه اللي هو اجي امسحه كله، مفيش مشكله. طب في حل تاني اسرع، لو انا مثلا حابب امسحها وهفضل امسحها وارجع فيها كتير، في حل كمان، في حلين كمان. حاجه اسمها ديسبلاي بالمنظر ده كده، واكتب جواها كلمة none، display none. طيب دي بتعمل ايه؟
بصوا يا جماعة كده، تعالوا نشوف في السطر اللي هيحصل. كل حاجة اتمسحت، شايفين؟ طيب ماشي، يعني الديسبلاي نون ده بيمسح كل حاجة. تعالوا نشوف كده في بتاع ده، ثواني اهي الديسبلاي بتاعها كان نون. في مشكلة على فكرة، أنا ممكن أرجع يعني هي ديسبلاي نون أهي، أنا ممكن أروح أضغط بس هنا كده كل حاجة ترجع تظهر تاني. ديسبلاي نون ده بيمسح. طيب ماشي، تعال في حل تاني يخليني برضو أقدر أخفي الكلام من السايت. في حل تاني. إيه الحل التاني؟ كود تاني خالص اسمه visibility. visibility دي معناها أصلا الرؤية. visibility بالمنظر ده كده أهي، واكتب جواها كلمة hidden بالمنظر ده. تعالوا نشوف اللي هيحصل هناك كده. بس من الأول ما ألغي كود ديسبلاي ده خالص. هلغيه دقيقة وشغل الموقع وهوريكم اللي هيحصل، وهلغي كمان كود فيزابيلتي ده عشان تبقوا شايفين برضو ان الكلام كان ظاهر يعني. تعالوا كده اهو، الكود شغال عادي، الكلام ظهر معانا. هرجع بس اشغل كود الفيزابيلتي هيدن ده واوريك ان هو كمان بيخفي الكلام. تعالوا نشوف كده اهو، الفيزابيلتي هيدن خفى الكلام برضه. طب سؤال ايه الفرق بين بقى الفيزابيلتي والديسبلاي؟ ما هما الاتنين كده بيخفوا الكلام. طب يعني ايه الفرق بينهم؟ انا استفدت ايه لما عرفت الاتنين؟ تعالوا انا اوريك حاجه. انا هاجي هنا كده وهطلع بره الديف دي خالص، وهعمل شويه باراجرافات تانية. هعمل باراجراف كده بالمنظر ده، او هاخده من فوق كوبي وخلاص، مفيش مشكله. هاخد ده كده كوبي وانزل تحت واحطه، افضل بقى ايه اهو بالمنظر ده كده. خلي بالكم ان الباراجرافات دي محطوطه جوه بره الديف. يعني بصوا، في شويه جوه الديف اهو، في شويه بره الديف. تعالوا نشوف الموقع كده. هلغي كود الفيزيبيليتي تاني ونتكلم شويه بقى في الموقع نفسه. اهو ادي الاكواد اللي جوه الديف متلونه بالازرق، ودي الاكواد اللي بره الديف متلونه بالاسود وحجمها صغير. طبعا عشان بس انا عملت كاش تبقى انت شايف الفرق بينهم. تمام. طيب ايه بقى الفرق بين ديسبلاي وفيزابيلتي؟ تعال نشوف. بصوا، الكودين دول اللي هو ديسبلاي نون وفيزابيلتي الاثنين بيمسحوا. طيب ايه الفرق بينهم؟ بص كده، انا هشغل كود الديسبلاي بس، يعني انا هوقف كود الفيزابيلتي زي ما هو واقف كده، هسيبه واقف، وهشغل كود الديسبلاي بس. تمام. تعال نشوف اللي هيحصل. طبعا انت عارف انه هيمسح الكلام. طيب هشوف بس اللي هيحصل كده. على طول راح مسح الكلام اللي هو كان معمول باللون الازرق، مسحه خلاص اهو، وراح مطلع لي الكلام اللي بعده فوق، يعني ولا اكن الكلام اللي هو كان بالازرق ده موجود. على طول يعني، ده على فكره احنا في اعلى حته في الموقع، طلعه لي فوق وخلاص بس كده. يعني هو مسحه خالص، ما عادش موجود في الموقع بتاعنا نهائي. جميل كده. طيب تعالى نوقفه، تعالى نوقف كود الديسبلاي نان ده كده، ونشغل كود الاول نشوف الموقع لما يرجع فيه كلام. بصوا الكلام رجع اهو، الكلام القديم اللي هو بالازرق وكده الكلام الاسود. تمام. تعالوا بقى نشوف كود الفيزيبيليتي بيعمل ايه. ما هو الاثنين المفروض بيمسحهم. تعالوا نشوف بقى يعملوا ايه سوا. بصوا كده بقى اللي هيحصل. كود الفيزيبيليتي برضو مسح الكلام، بس في حاجه، انزل معاك كده لتحت، الكلام الاسود ما طلعش فوق، فضل في مكانه عادي. يعني المكان الفاضي اللي قدامك ده كده، المكان ده كده، المكان ده هو نتيجه كود الفيزيبيليتي عادي جدا. كود الفيزيبيليتي شغال عادي، مسح الكلام بس مكانه لسه موجود ما خدهوش. وده كده كود الفيزيبيليتي. الفرق بينه وبين كود الديسبلاي ان كود الديسبلاي بيمسح الكلام خالص، وبيفضي مكانه كمان ان حاجه تطلع تتحط فيه. لكن الفيزيبيليتي لا، انا همسحك ماشي مفيش مشكله، لكن انا مسحتك بس مكانك موجود عادي. ده الفرق بين كود الفيزيبيليتي وكود الديسبلاي. ممكن اكتبها لكم برضو هنا في كومنت كده لوحدها عشان تبقوا عارفين برضو. هعمل لكم هنا كومنت كده صغير اهو، هكتب لكم فيه ان الفيزيبيليتي delete words delete تمسح الكلام. ممكن اكتبها لكم حتى بالعربي عشان بس بتمسح الكلام. اكتبها لكم بالعربي مش بتمسح الكلام بس بتسيب مكانه فاضي. تمام. نقفل الكومنت ده كده. لكن كود الديسبلاي نون
بيعمل حاجة تانية خالص. كود الديسبلاي نان بيعمل ايه بقى؟ بيمسح الكلام وبيشغل مكانه. يعني ايه بيشغل مكانه؟ يعني زي ما شفتم هو طلع الكلام اللي تحته طلعه فوق وخلاص، ولا كأنه كان موجود اصلا. لكن الفيزيبيليتي لا، احترمت مكانك. حتى لما مشيت انا احترمت مكانك برضو، وعادي سايبهولك فاضي. لما تحب ترجع هتلاقيه موجود. لكن الديسبلاي لا، الديسبلاي بيمسح الكلام خالص، ما بيبقاش موجود نهائي. في مشكلة كده يا جماعة معانا؟ طيب ده اول حاجة، الفرق بين الديسبلاي والفيزيبيليتي. طب سؤال، هو انا عشان ارجع الكلام تاني ينفع ارجعه؟ ممكن ترجعه عادي. انت هنا اهو، انا ماسح الكلام تقريبا، انا ماسحه اهو. طب ارجعه ازاي بكود الفيزيبيليتي؟ عادي سهله جدا. طبعا انا هاجي هنا كده بس هخليه مش كومنت، خلي كود الفيزيبيليتي نفسه مش كومنت تمام. بدل كلمه hidden اللي جوه دي انا ممكن امسحها كده واكتب كلمه visible، مرئي. visible اهي، مرئي. تعالوا نشوف كده اللي هيحصل. هيرجع عادي جدا. في مشكله فيها يا شباب معانا؟ في مشكله بين الكود ديسبلاي والفيزيبيليتي؟ طيب الحمد لله احنا شرحنا كده الديسبلاي والفيزيبيليتي خلاص. انا بس جيت هنا في كام باراجراف كده اهو، وحددتهم كل واحد فيهم بكلاس شكل. يعني انا عملت باراجراف باسم كريم باي واحده زي ما انت شايف كده، وباراجراف تاني باسم كريم باي واحده، وباراجراف باسم كريم باتنين اي، وباراجراف باسم ياسين باي زي ما انتم شايفين كده. حلو. طيب خلي بالكم ان دول بره الديف خالص. يعني كل باراجراف من دول خاص بنفسه لوحده. كل باراجراف من دول المفروض بعد اللي انا عملته ده هيكون ليه تنسيق خاص بيه لوحده. يعني لو انا حبيت مثلا اكبر الكلام، اكبر حجم الخط فيه، المفروض مثلا لو عايز اكبر حجم الخط في الباراجراف الاولاني ده كده، المفروض اروح رايح هنا كده في السي اس اس واكتب دوت كريم بس كده بالاي وبعدين افتح القوس وانسقها. ده اللي انا المفروض هعمله صح. طيب افرض والكلام طبعا بيفرق اكتر في لما اكون عامل موقع كبير. افرض انا عندي موقع كبير تمام، وعايز اعدل على كذا باراجراف في الموقع تمام كده. طيب والباراجراف دول بعاد عن بعض طبعا انت هنا انا هحطهم فوق بعض عشان بس الشرح. لكن افرض هم بعاد عن بعض اصلا في الموقع نفسه يعني. تمام. وانا عايز اعدل عليهم. هل أعمل في حل للمشكله دي؟ تقول لي انا عندي حل. انا ممكن اروح على كل باراجراف منهم واسميه بنفس الاسم. يعني مثلا ده كريم بالاي وانا عايز اعدل معاه دي كمان، خلاص همسح الاثنين اي واخليها بالاي والموضوع يخلص. ماشي، ده حل. بس ده معناه انك هتفضل تالف اكواد الموقع كلها عشان تلاقيهم كلهم تمام. يعني انت عايز تعمل كده براحتك. حد تاني هيقول لي ايه، عادي انا هجمعهم مع بعض في ديف واحده. طب يا حبيبي انت لما تجمعهم مع بعض في ديف واحده في مكان واحد، ما ده هيأثر على الموقع كله، هيغير شكل الموقع كله. ما انت شلت كل واحده من مكانها. طيب في حل؟ في حل. عندنا حاجه اسمها جروبنج اهو. بصوا اعملها لكم جروبنج بالمنظر ده كده. ايه هو الجروبنج؟ هو التجميع. ان انا ممكن اتحكم في كذا كلاس في نفس الوقت مع بعض وياخدوا نفس الامر وينفذوه. طب ازاي الكلام ده؟ بص يا سيدي، انا مثلا عايز اتحكم في اول كلاس معايا اللي هو اسمه كريم بالاي، فهكتب دوت كريم بالاي عادي جدا. وبعدين انا عايز اتحكم في واحد تاني معاه في نفس الوقت وياخد نفس الامر. اعمل فاصله جنب كريم بالاي دي وانزل سطر لتحت واكتب الكلاس التاني. انا مثلا عايز اتحكم في كريم اللي باتنين اي اهو، كريم اللي باتنين اي بالمنظر ده كده. وعايز كمان اتحكم في علي مثلا، دوت علي اهو، دوت علي بالمنظر ده كده. واعمل فاصلة وانزل على الاخير اللي هو مثلا نقول محمود مثلا، عايز اتحكم في محمود، دوت محمود بالمنظر ده كده. خلي بالكم ان انا ما عملتلهمش كلهم، انا اخترت شوية منهم بس. تمام. طبعا لازم تكون كاتب اساميهم صح. في حاجة تانية، الفاصلة مطلوبة جدا، لازم تكون الفاصلة دي معمولة بعد كل واحد. خلاص محمود ده اخر واحد، اعمل بعد القوس بقى أهو. واشتغل عادي بقى. انا مثلا عايز الونهم كلر، عايز الونهم مثلا بالاحمر، بلاش احمر خلينا نقول لون غامق شويه. كلر عايز اخليهم لونهم ايه؟ طيب اختار اي حاجه، اختار اللون الغريب ده تمام اهو. وعايز كمان اخلي حجم الخط مثلا كبير، فونت سايز عايز اخليه مثلا 30 بكسل مثلا. وعايز كمان الفونت ويت اللي هو بيخليه بولد، فونت ويت
خليه بولد مثلا. عايز كمان اعمل تحت كل واحدة منهم خط، فهنيجي هنا نعمل بوردر بوتوم، بوردر بوتوم بالمنظر ده كده اهي. واختار بقى اخليها مثلا 5 بكسل كويس عشان يبقى خط رفيع برضه. 5 بكسل ويكون لونه مثلا احمر، ويكون لونه احمر انا كده، واخليه سوليد مثلا، سوليد. يلا تمام كده. ايه اللي انا عملته؟ انا اديت الاوامر دي كلها. هتشتغل على مين بقى؟ هتشتغل على محمود بس؟ لا، هي تشتغل على كل اللي فوق محمود دول طالما انت عامل جنبهم الفاصله دي. طالما الفاصله دي معموله هتشتغل عليهم كلهم. تمام. طب تعال نشوف، يعني مش عارف، تعال نبص كده ونشوف. بص كده اهو. بصوا الباراجراف اللي باسم كريم بالاي خد، واللي كريم بالاي اللي بعد كريم بالاي على طول ما خدش اي حاجه. كريم بالاي هو خد الامر. كريم اللي باي واحده ما خدش اي امر لان مش كاتب اسمه. بعدين كريم اللي باتنين اي خد الامر عادي. بعدين راح معدي بتاعت ياسين لانها ما خدتش الامر معانا، وادى لعلي وادى لمحمود عادي جدا. طيب تعالوا نرجع هنا كده. طبعا انا مش عاجبني فكره ان الخط ده ماشي لغايه هناك كده، فهصغر الويتس شويه. هصغر الويتس كده، هعمل ويتس بالمنظر ده. آه، اخليه مثلا 200 بكسل مثلا، بحيث ان هو برضه ياخد مساحه شويه يعني. تعال نشوفه كده. اعتقد كده كويس. بس انا لا، انا الكلمه دي نزلت تحت، انا هخليه اكبر من 200 بكسل عشان تبقى الكلام كله جنب بعض. خليه مثلا 400 مثلا. تعال نشوفه كده اللي هيحصل. حلو. ممكن اصغره كمان، خليه 350 عادي يعني. هو كده 350 برضه يبقى لطيف، مش هتنزل ان شاء الله يعني. 350 كويس اعتقد، على قد الكلمه اقصد. لطيف. لطيف قوي كده. بصوا الخط على قد الكلمه. خلي بالكم الامر شغال على 4 باراجرافات مش على واحده. يعني انا لو جيت هنا تاني وصغرتها تاني هيشتغل على الاربعه مش على واحده. بصوا خليتها 320 اهو. بصوا كده اللي هيحصل على الاربعه في نفس الوقت. بصوا اهو بيظهر على الاربعه في نفس الوقت. تمام يا جماعه. طيب ده كده فكره الجروبنج. هي فكره حاجه مهمه جدا على فكره، بس تاني لو انت عامل ويب سايت كبير هيظهر فيه الجروبنج. تمام. طيب ماشي يا شباب، تعالوا نشوف بقى اللي بعده. يلا يلا يا شباب. نتكلم بقى في حاجة جديدة خالص، وهي النستنج. تعالوا كده هنا ثواني. هنعمل الكومنت بتاعنا المعروف نستنج، ونتكلم عنها بقى شوية. نستنج بالمنظر ده كده. طيب أنا جيت في الديف دي، الديف اللي كانت موجودة في الأول أصلا اللي كانت مليانة باراجراف، وعدلت فيها شوية، مسحت كل الباراجرافات اللي فيها وحطيت الحاجات دي. حطيت جواها H3، وحطيت جواها صورة، وحطيت جواها كام باراجراف كده، وعملت لهم كلاس كمان. بس انا ممكن امسحه عادي يعني. انا ممكن امسح الكلاس ده عادي، بس اهو عادي جدا. حطيت جواها كام باراجراف، حطيت جواها بقى H1 كمان، وحطيت جواها لينك وشوية باراجرافات برضو تاني. حلو. طيب ايه فكرة النستنج؟ النستنج يا جماعة هو انك دلوقتي انا لما كنت كاتب كود الديف ده، لما كنت عامل كود الديف، بصوا كده اللي حصل اهو. طبعا انا قايل له في الكود نفسه لون لي الديف اي كلام جوه الديف باللون الاخضر الغريب ده. فهو راح جاي هنا اي حاجه كتبتها سواء اتش 1 سواء باراجراف سواء اي حاجه غير اللينك راح ملونها لي بالديف. صح، لونها قصدي باللون الاخضر ده. طب ليه يا عم الحاج؟ ما هو يا حبيبي، ما هو انت اللي قايل لي كده اي حاجه تخش لونها باللون الاخضر، بس اللينك ده اصله ليه نظام خاص بيه لوحده. طيب والله، طب افرض يا سيدي انا عايز انسق حاجه معينه لوحدها جوه الديف. انا مثلا عايز انسق اللينك ده بس، هو ده بس اللي مزعلني. اعمل كده ازاي؟ ولا اي حاجه خالص. هتيجي هنا تستخدم النستنج. ايه بقى فكره النستنج دي؟ النستنج انك بتدور على حاجه جوه حاجه. هو مش اللينك ده موجود اصلا جوه ديف؟ صح. طب انا عشان اطلعه هعمل ايه؟ انا اول حاجه اعملها بكتب كلمه ديف بالمنظر ده كده، وبسيب مسافه واكتب الكود بتاعي بقى. مش هو اسمها لينك؟ مش اللينك ده اللي هو الكود بتاعه حرف الايه؟ راجع هنا عامل حرف الايه كده بالمنظر ده، واختار بس اهو كده. طب ايه اللي انت عملته ده يا عم الحاج؟ ده حاجه اسمها النستنج، ان انا دورت على اللينك اللي جوه الديف. طيب وبعدين يعني نسقه زي ما انت عايز بقى. انا اول حاجه عايز اعملها ان انا عايز اغير لونه اصلا. عايز اخلي لون الكلام نفسه مختلف، عشان هو اللون الازرق ده مستفز قوي في وسط الالوان دي. هخليه مثلا بلو مثلا. ما هو بلو اصلا. طيب اختار ده مثلا، زي نجرب الوان سوا.
بصوا او خد اللون الغريب ده. تعالوا نعمل لون فاقع شوية عشان يبقى باين اكتر في التصوير. اختار مثلا لون احمر اللي هو اكتر لون مش بنشتغل بيه على طول يعني. بصوا كده اهو خد لون احمر. طب سؤال، هو ليه دول كلهم ما خدوش دول معاه في الديف؟ ما هو اصلا انا قلت له مش هتنسق لي الديف كلها، امال ايه؟ ده هينسق لي اللينك اللي جوه الديف. فعمل ايه؟ بصوا كده راح جاي هو هنا واخد لي اللينك بس واشتغل عليه. في مشكله يا شباب؟ طيب والله انا حاسس ان حجم اللينك ده كلام صغير شويه. خلاص كبر الخط يا عم. فونت سايز بالمنظر ده كده. فونت سايز كده اهو. وخليه مثلا اكس لارجر دي. طبعا انت ممكن تكتب حجمه بس انت حر يعني. انا بجرب حاجات سوا بس معاك كده اهو. تمام. طيب ماشي، تعال نجرب حاجه مش هشرحها تعمل ايه، انت اللي هتشوفها بنفسك. تمام. بص كده على اللينك كويس. شايفه كويس؟ شايفه؟ تمام. تعالى بقى كده هاجي هنا كده مثلا واعمل بوردر بوتوم. بوردر بوتوم كده. وهكتب فيه كلمة انت أول مرة تشوفها في البوردر. هكتب كلمة نان، يعني لأ، ما يكونش ليه بوردر بوتوم أصلا. تعال نشوف اللي هيحصل كده. حصل حاجة؟ طيب تعالوا سوا نشتغل عليها بقى هنا في الانسبكت كده. هنطلعها الأول ونشتغل على اللينك ده. أهو أنا قلت له إن البوردر بتاع البوتوم نفسه يكون نان. يعني إيه نان دي؟ والله يا حبيبي عايز أفهمك على حاجة. أنت لو عامل جوجل ده، جوجل ده لو عملت له بوردر يعني حددت جوجل ده ببوردر مربع كده حواليه، ممكن بكل بساطة خالص ما يكونش فيه خط تحتيه. طب ليه مش عايز تعمل خط تحتيه؟ اصل هو اصلا نازل تحتيه خط. فانا ايه اللي يخليني احط خط تحتيه كمان؟ يعني انا ممكن اكتب له كده. ممكن اروح جاي هنا كده واعمل كود البوردر. اعمل كود بوردر عادي جدا بقى. بوردر اهو، واخليه لونه اسود بلاك مثلا، واخلي عرضه 3 بكسل ويكون سوليد مثلا. سوليد كده بالمنظر ده. تمام. طيب هنشوف كده اهو. طب هو دلوقتي كده عامل لي ايه؟ ده هو عامل خط برضو. خلاص يا عم تعالى هنا كده ثواني. هتيجي هنا كده همسح، هاخد ده كده كوبي وامسحه من فوق بس عشان هو كده الكمبيوتر فاهم ان احنا لا احنا ان احنا رجعنا في كلامنا. واحطه تحتيه بس كده بالمنظر ده كده. تعال نشوف اللي هيحصل بقى هناك اهو. مسح الخط اللي تحته، مسح الخط اللي كان تحت هنا. طب انا عملت كده ليه؟ بصراحة هو كان في خط هنا فانا قلت لا بلاش يعني. طيب طب احنا لو حبينا نمسح الخط اللي تحت كلمة جوجل دي، حد عنده فكرة ازاي ممكن نقدر نعملها؟ انا مش هشرحها في الفيديو ده، ان شاء الله هشرحها في الفيديو اللي بعده. بس انا عايز كل واحد يحاول يفكر فيه ازاي اقدر امسح الخط اللي هو بيظهر اساسي تحت كود اللينك ده. تمام. انا همسح كود البوردر بوتوم ده عشان انا عايز يكون فيه بوردر عادي. وهغير الكلام بس شوية، هخليه اسود عادي. هخلي لون الكلام نفسه اسود. تمام بالمنظر ده. وهخلي البوردر هو الاحمر بالمنظر ده عشان هحط لها كمان باك جراوند كلر. باك جراوند كلر بالمنظر ده كده، واخليه برضو لونه احمر بالمنظر ده كده. تعال نشوف بقى ايه اللي هيحصل. يلا اهو بالمنظر ده كده. كلمة جوجل طبعا ده لينك، هو اي نعم مش شغال لان مش حاطط لينك يعني، بس هو ده لينك المفروض. انت لما تدوس عليه بينقلك على حاجة تانية. تمام. طيب سؤال، هو انا ممكن اتحكم في اللينك بس مينفعش اتحكم في حاجة تانية؟ لا عادي جدا، انا ممكن اتحكم كمان في الصورة. طب هعمل كده ازاي؟ ما الصورة دي موجودة جوه الديف. خلاص يا عم تعالى اكتب ديف كده بالمنظر ده. سيب مسافة واكتب اي ام جي صار كلمة ايمج اهو يا عم. واتحكم فيها زي ما انت حابب. يعني مثلا اول حاجة اعملها ان انا احط لها بوردر. بنستخدم كود البوردر ده كتير اوي على فكرة. بوردر كده. واكتب ان هو يكون عرضه مثلا 5 أو 4 بكسل. ماشي 4 بكسل. يكون لونه ازرق بالمنظر ده كده. يكون دبل مش سوليد يعني دبل اهو دبل. ونقفل الكود. تعال نشوف اهو. ايه ده؟ يعني انا اتحكمت في الصورة بس
طب هو انت كان ممكن تتحكم في الديف كلها عادي، اصل انا قررت ان انا عايز اتحكم في الصورة بس اهو، عادي جدا. في مشكلة كده يا شباب؟ كده احنا خدنا سوا الديسبلاي والفيزيبيليتي والجروبنج اتكلمنا فيهم، واتكلمنا في النستنج. طبعا زي ما اكدت عليك في اول الفيديو ان مش كل حاجة بتاخدها انت ملزم تستخدمها، في حاجات انت بتعرفها كمعلومة ليك عموما، اللي هو تبقى عارف بس الفكرة، لكن الاستخدام ده انت مش مجبر عليه خالص. تمام يا شباب؟ اعتقد كده كفاية في حصة النهاردة عشان ما نطولش قوي عليك برضو. شدوا حيلكم يا شباب، احنا خلاص بنخلص خالص اهو. شدوا حيلكم وربنا معاكم ان شاء الله.